سؤال لعلماء الشيعة: لماذا الفقيه يأخذ الخبز كله؟ هل الخمس للمكاسب أم للمغانم؟ هناك نصوص عن الفقهاء يقولون بسقوط الخمس عن الشيعة إلى ظهور الإمام. نريد حديثا صحيحا يقول إن الخمس للفقيه وليس للفقير. إذا كانت هناك نصوص تقول بإعطاء الخمس إلى الإمام بغض النظر عن الوجوب والاستحباب وإلى آخره، إذا كانت هناك نصوص لا يوجد نص يدخل الفقيه في القضية.